طيب بارك عليك. هنروح لعلاء المهداوي دلوقتي، السؤال حول هذا الموضوع ايضا. اتفضل يا شيخ علاء. طبعا شتت الموضوع واخذ يشرق ويغرب. طبعا هو اشكاله في موضوع الخلاف على القران الكريم، لان القران الكريم واضح جدا ان الله عز وجل قال في القران: ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين. يوجد امام ناطق وامام صامت. انت تعترض على قضيه اذا الامام المهدي عندما يرجع عيسى بن مريم هل يرجع نبي؟ انت تقول هل الخضر خليفه؟ نعم خليفه. وهل علي خليفه؟ كيف يتواجدان في زمن واحد؟ كيف يتواجد يعقوب مع يوسف في زمن واحد؟ يا اخي اكو نبي يسقط تكليفه حينما يبلغ النبي الاخر. يعني انت قاعد تشكل وتسقط قوانين قرانيه. هذا بالنسبه الى موضوع وحقيقه يعني لا خليه بس يعيد العباره يسقط تكليفه عندما ايش؟ خليه يعيد العباره. عيد العباره الاخيره. يسقط تكليفه عندما ايه؟ خلنا اكمل. لا عيد العباره حتى نبني نسالك عليها. يلا حتى يسمعها الشيخ خالد. النبي ماذا؟ وقف الوقت. شنو يوقف له الوقت؟ مش مشكله، وقف له الوقت. انت قلت عباره: النبي يسقط تكليفه متى؟ يوجد انبياء في زمن واحد. ايوه. ولكن عندما ياتي نبي اخر يبلغ بالرساله، ذلك النبي يتوقف عن التكليف الرباني. يسلم يعني مثلا الامه الى هذا النبي الاخر. يعني ممكن اسالك بهذه المساله ولا لا؟ ممكن اسالك بهذه المساله؟ يعني مثلا لا تقاطع. هاي لا تقاطع. طيب خلاص خذ وقتك. خذ وقتك تفضل. ما اخذ وقت، تضيف لي على وقتي. لا الوقت متوقف اصلا. الوقت متوقف. اما قضيه اولي الامر يلا بدأ الايه القرانيه. طبعا احبتي انا بالنسبه لي كعلاء التلميذ عندي 150 ايه. هسه البعض لعله يتفات يقول على المدى صار لك 4 ايام باولي الامر. مو انا قاعد اتكلم على الحكم الديني، الخلافه الربانيه. هو يشرق لي وين؟ الى الحكم السياسي. ياتي خامنئي او ياتي بعادل وما ادري ايش. انا قاعد اتكلم عن خلافه ربانيه. شنو دخلني بالسياسه؟ فانا قاعد استدل عليك بقول النبي. في كتبك تقول لي قال الخميني، قال الخامنئي. انا مالي ومال الخامنئي، انا جاي اتكلم باحاديث. انت تقول اطروحتنا قرانيه، الطرح القراني. اينك من الطرح القراني؟ البارحه اخوان قال يا علاء المهدوي في نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الآية تقول يعني ردوا إلى الله وإلى الرسول، يعني سقط أولي الأمر، يعني يؤمن بآية ويسقط باقي الآيات. زين، تعال إلى هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. بل سأخرج الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل سقط الرسول؟ لا. آية أخرى تؤمر بالرجوع إلى النبي وإلى الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أين الله؟ هل سقط الله؟ لا. إذا 3 آيات تؤمر بالرجوع. آية تؤمر بالرجوع إلى الله وإلى الرسول، وآية تؤمر بالرجوع فقط إلى الله، وآية تؤمر بالرجوع فقط إلى الرسول وأولي الأمر. إذا ينطبق عليه ماذا؟ يؤمن ببعض ويكفر ببعض. خالد الوصابي يحاول يأخذ القرآن على مزاجه. 3 آيات دلس واخذ فقط ايه واحده وترك الايتان، وهذا هو اسلوب التهريج والتمريج امام العالم. هذا واحد. ثاني، انا لا اؤمن الا بان اولي الامر هم ال البيت، وقلت انهم اولي الامر ال البيت، اولهم علي واخرهم الامام المهدي. اما تاتي بالحكم، اما تاتي بانه الامام الفلاني. زين، تعالوا اخوان الى حديث. لا خلاص وقتك انتهى. وقتك انتهى. وبعدين لا تتحدث عن اسلوب التهريج يا علاء، لانك انت اكتر واحد متمرس في هذا الاسلوب. يعني حته اسلوب التهريج ده انت احترم نفسك. لا ده انت اكتر حاجه. طب بالمناسبه انا عايز اسالك برضك على حاجه، وهي امانه انا حملت بها. اسمع بقى، اسمع. هي امانه انا حملت بها من الناس. اسمع يا علاء، اسمع بس اسمع. اهدى على نفسك كده وبالراحه على نفسك. امانه انا حملت بها من بعض المتابعين. يا اخي بس هسالك سؤال. اسمع هذا الفيديو. والله حد بعت لي الفيديو وقال لي بالله عليك اسال علاء المهدوي هذا السؤال، لكن سمعوا الفيديو ده. انا هسمعك بس الفيديو. ويسمي ويلوط. الله اكبر، الله اكبر. ولي الامر عند اهل السنه الذي بعدهم بعد النبي يلوط. ذكرني بذلك الرجل. ويلوط ذكرني بذلك الرجل. هم قالوا لي بالله عليك بس اسال علاء المهدوي
يقصد مين بذكرني بذلك الرجل؟ تقصد مين؟ زين اعتقد انا راح اجاوبك، اعتقد اهل السنه راح بالهم بعيد. اعوذ بالله اذا اتهم شخصيه وهو خليفه النبي، اعوذ بالله اتهم انا الفاروق؟ بل لا، اتهم لواط يحيى ابن اكثم الذي يقول عليه ابن تيميه انه افضل من الامام الجواد. وقف. شوف لحظة بس، لا يأتي يتكلم عن علماء المسلمين ولا حكام المسلمين. يريد أن يستمر معنا في المناظرة هذه بشرط لا يتكلم عن حكام المسلمين السنة ولا عن الصحابة على الإطلاق. لا أنا بس يحيى بن أكثم هذا أحد قضاة المسلمين الذي يتهمه. لحظة بس خلاص الكلام. هذا أحد قضاة المسلمين الذي يتكلم عنه يحيى بن أكثم. قل له من هو يحيى بن أكثم؟ ما صفته؟ تفضل. صفته إيه؟ صفته يحيى بن أكثم من هو؟ تعرف إيه عنه؟ تعرف إيه عنه؟ ماذا يمثل هذا؟ ماذا يمثل؟ هذا رمز عندكم. ايوه رمز عندنا. شوف الان اعترف، اليست شرط المناظره احترام الرموز؟ لحظه خلاص. طيب ماشي يا شيخ لا يا علاء تكلم خلاص بك يا علاء انا يعني بس انت لما قلت امبارح يذكرني بذلك الرجل، انا توقعت ذلك الرجل الذي تقصده هو السيستاني الخامنئي او احد من رجال دينكم من الذين اجازوا اللواط او من الذين يملكون الخمارات وبيوت الدعاره. يا شيخ الى المكان الربوي وعملوا توقيع على يا علاء هذا ليس بكلامي، ده كلام معمميكم كمال الحيدري، حسن الله ياري، عباس الخوئي وغيره. لو عايز اتي لك بعشرات الفيديوهات، اسمع بس لو عايز اتي لك بعشرات الفيديوهات التي تؤكد كلامي ما عنديش مانع، تمام؟ انك انت تاتي باكاذيب حتى ليست باحاديث موضوعه بل اكاذيب في اكاذيب، وتحاول بطريقه مباشره او غير مباشره ان تطعن في الصحابه او تطعن في الرموز الدينيه، فلن اسمح لك بهذا. علشان بس تبقى واضح. لا خلاص قاضي القضاة يحيى بن أكثم يتهمه الذهبي باللواط. انت ليش نيتك سوداء وتروح عمر بن الخطاب؟ انا ما اتهم عمر بن الخطاب. انت وقعت احترام رموز الاخرين. انا بقول لك انت كنت تقصد من بس مش اكتر. هو وقع على نفسه عند بداية المناظرة احترام رموز الاخرين، صح ولا لا؟ ولا ما وقع؟ اخي هذا الذهبي يقول لا دعك من الذهب والفضي. لا لحظه، لا كف لسانك، كف لسانك. لسان قذر. في ليله البارحه عندما يا رجل لعلك جئت من المكان الربوي الذي ختموا لك على كذا. روح اسال عبد الحليم الغزي ماذا تختمون. هنرجع للمناظره مره اخرى. هنرجع للمناظره. اسمع بس هنرجع للمناظره مره اخرى. إذا أردت أن تستمر في هذه المناظرة لابد من الالتزام. حتى الآن يا أخي، حتى وقتنا هذا لم نحصل على جواب، بأن النهاردة الحلقة الرابعة أهو، حتى الآن لم نحصل على جواب. الناس السنة يعني كلموا السنة وكلموا الشيعة، حاولوا أنكم أنتم تقدموا لهم أي دليل على وجوب اتباع آل البيت. خلص اعطيني وقتي، ليش تاخذ وقتي؟ لا بشرط ما تتكلم على رموز اهل السنه بخير او شر. كف لسانك، انت قليل الادب، لا تتكلم. بك تروح الى المستشفى تكشف على نفسك. خالد الوصابي ترى علي بن ابي طالب ما يبغضه الا ابن زنا وابن حيض، وانت فهمني بعد. يا علاء لحظه الان اتهمني انا، خلاص انتهى الموضوع. يا علاء شوف هذا يتهمني. اما ان تعتذر للمشاهدين على الهواء. الان يتكلم في انا. شوف ماذا قال عني انا. يعني هو حتى كمان يعني اخطا في رموز السنه. هو اعترف ان يحيى الان يقول علي بن ابي طالب لا كذا الا ابن زنا او ابن حيض او كذا. شوف ماذا قال. يا علاء يا اخي سالتني وجاوبت. لا لحظه هذا قدر، هذا وسخ. هذا استنيت لحد ما تخلص وقتك. انا استنيت لحد ما تخلص وقتك. احمد الامامي ترى زعجك على المهدوي، جعك. هناك شرف الظهور على هذه القناه. اشرف غريب نزل عليك اهانه. نزل على مين؟ مالكش دخل. بس ليس لك علاقه باشرف غريب. اشرف غريب رجل صديق ويقول ما يشاء، ليس لك علاقه باشرف غريب يا اخي. لاني دعست اشرف غريب يا اخي. نحن اخوه، ويحصل في العائله الواحده والاسره الواحده
يعني مشاكل بين الأسرة الواحدة. ليس لك علاقة بأشرف غريب. أشرف غريب صديق وأخ عزيز على راسنا من فوق، تمام؟ أما إنك أنت تحاول إن أنت تدلس وتكذب على المشاهدين وتحاول إن أنت تستخدم أسلوب البهلواني ده أنا مش هسمح لك بيه إطلاقا. طيب اعتذر للسادة المشاهدين، قدم اعتذار دلوقتي. ما قلت ان خالد الوصابي ابن زنا، قلت لا يحب علي ابن زنا. هذا التلميح وهذا الكلام. انا ما اتكلمت عليه. انت واضح انك انت مش واخد على اسلوب المناظرات العلميه. انا ما قلت خالد انت واضح انك انت واخد على اسلوب المصاطب واسلوب المناظرات اللي في الشوارع، ما انتش واخد خالص على المناظرات العلميه التي تظهر على شاشات التلفزيون. انت تربات الشوارع مو انا. شوف. انت ابن الشوارع. انا ابن الشوارع. شوف، ما هو ده برضه بيدل على اخلاقك. ما هو شو سبحان الله، انتم بتدعوا ان كنتم يعني بتتحلوا باخلاق آل البيت، وآل البيت والله بريئون من امثالكم والله. شوف، انا كنت لا اريد ان انزل الى هذا المستوى. انا كنت لا اريد ان انزل الى هذا المستوى. وانت ابن شوارع وابو بكر ابن شوارع. خلاص وقف. اخرس يا حثالة. والله أنت وأمثالك، والله سبحان الله لو أنت أمامي الآن هذا هو أسلوبهم أهو. يعني الآن أنا أعلنها الآن، هو هروب علاء المهدوي من هذه المناظرة. ليه؟ مع أن من شروط المناظرة احترام الرموز واحترام للصحابة واحترام، لكنه سب وشتم، فهذا أسلوب العاجزين والهاربين. نعم. اكشف على نفسك. خالد الوصابي ترى علي بن ابي طالب ما يبغضه الا ابن زنا وابن حي، وانت فهمني بعد. يا علاء يا علاء لحظة الآن اتهمني أنا، خلاص انتهى الموضوع. يا علاء شوف هذا يتهمني. يا علاء، أما أن تعتذر للمشاهدين على الهواء. أنا أتكلم فيه أنا. شوف ماذا خالد الوصابي ابن زنا، قلت لا يحب علي ابن زنا. هذا التلميح وهذا الكلام. انا ما اتكلمت عليه.